السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. وجيتكم بفيديو جديد وبوصفه جديده مع مطبخ عصام. ان شاء الله غنشارك معكم هذا الكيك اللي كيجي الصراحه زوين شكلا ومذاقا، وحتى واحد الصوص اللي الصراحه ما تستغناوش عليها الا جربتوها. كنتمنى تبقاو معايا في الفيديو حتى الاخير وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب. وبلا ما نطول عليكم خليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غنبداو بها هي لاصوص ديالنا باش تبرد. عندي هنايا كاس كبير ديال الحليب مع 2 معالق ونص ديال الدقيق و 3 ديال المعالق ديال السكر حسب الذوق. عاوتاني الا بغيتو ما تكثروش الحلاوه ممكن ديروا اقل، وواحد الساشي ديال الفاني. وفي واحد الكاسرون غادي ندير داك الحليب وغنزيد عليه الدقيق. ممكن تعوضوه بالنشا ولكن كيعطي نفس النتيجه الصراحه. وهنايا كيف كتشوفوا زدت 2 معالق ونص ديال السكر. هنا غنزيد حتى داك الساشي ديال الفاني. من بعد غنخلط كل شيء على البارد، عاد غنديرو فوق البوطه، وطبعا مع التحريك المستمر حتى تعقد لينا الكريمه ديالنا. وننزلوها نزيدو معاها معلقه صغيره ديال الزبده ونخليوها تبرد. ما قدمتش لكم المقادير، عاد نبداو في الخدمه. بديت ديريكت. هنايا درت 3 ديال البيضات بحجم اللي كيكون متوسط. نتوما الا كان الحجم ديال البيض صغير فغادي ديروا 4 من الاحسن. وهنا غادي نزيد كاس ديال العنبه ديال السكر وغادي نبدا نخلط. من الاحسن تخلطوا بالخلاط الكهربائي اذا كان متوفر، او حتى بالمولينيكس، غير على حسب داك البيض باش يتخدم مزيان مع داك السكر. كنحاول دائما انني نشارك معكم الحوايج اللي كيكونوا سهلين ووصفات اقتصاديين. وهنا من بعد ما خدمت داك السكر مزيان مع هذا البيض غادي نزيد كاس ديال الزيت العبار بكاس ديال العنبه بحال ديما. وهنا عندي شويه ديال العصير ديال الليمون مع الماء، تقريبا كاس ديال العنبه زدته كذلك. اذا ما كانش متوفر العصير ديال الليمون فغادي تكتفيو غير بكاس ديال الماء من الروبيني عادي. وهنا غادي نزيد تقريبا معلقه صغيره ديال الخل. يعطينا واحد الخفه زوينه الكيك ديالنا وكيحيد حتى الزفوريه ديال البيض. وهنا بديت كنزيد الدقيق تدريجيا. كتزيدوا الدقيق وانتم كتخلطوا غير بالخلاط العادي. وهنا غادي نزيد 15 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. يعني نتوما غادي تزيدوا 2 ساشيات من فئه 8 غرام او 7 غرام. وكنزيد في الدقيق وكنخلط حتى كنحصل على القوام ديال الكيك. وهنا كيف كتشوفوا هذا هو القوام ديال الكيك ديالنا. ما كيكونش خفيف بزاف وما كيكونش ثقيل. وكنقسم الخليط على 2. كناخذ واحد الزلافه او وهنا كيف كتشوفوا واحد النص غادي نزيد عليه معلقه ونص ديال الكاكاو المر. اذا ما كانش متوفر فممكن تستعملوا اي نوع ديال الكاكاو متوفر عندكم. وكنخلط مزيان
حتى كيندمج لينا داك الخليط ديال الكيك مع هاد البودره ديال الكاكاو. وهنا كتاخدوا اي مول متوفر عندكم. انا الصراحه استعملت هذا اللي طوندونس دابا، كيجي فيه الكيك هماوي خصوصا الا درتو فيه الكريمه. وهنا كديروا بشكل عشوائي، يعني كتكبوا شويه من داك الخليط اللي زدنا فيه الكاكاو وشويه من الخليط اللي ما زدنا فيه والو، حتى كتساليو الكميه اللي عندكم. صراحه كيجي الشكل ديالها زوين، ماشي ضروري ديروا طبقه طبقه اولا شويه بشويه، غير كبوا وخلطوا كتجي الصراحه مزخرفه وفي نفس الوقت كتعطي واحد المنظر اللي هو زوين. كيك ساهل ماهل وبدون تعقيدات، وحتى المنظر ديالو الصراحه والمذاق كيجي في المستوى. وما تنساونيش من البارطاج الا كيعجبوكم الفيديوهات اللي كنشارك معكم، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش تخليو لي لي لايك ديالكم باش هكا تحفزوني ونزيد نحط لكم فيديوهات يوميا ان شاء الله. وهنا كتاخدوا واحد الموس كتبداو هكا يعني ديروا خطوط بشكل عشوائي غير باش الكيكه ديالنا تخلط حتى من الوسط. وغادي تدخلوها الفران طيب فحال اي كيك عادي حتى تخرجوها وخليوها تبرد مزيان، عاد زينوها بالكريمه ديالكم. وبالنسبه للكريمه باش تبقى لكم محافظه على القوام ديالها، ديروها من الاحسن في بلاستيك غذائي ملي تبرد شويه باش في الاخير تلقاوها واجده. وهذا هو الكيك ديالنا بعد ما خرجناه من الفران وزيناه بالكريمه ديالنا. التزيين كيبقى حسب الذوق ديالكم. بالنسبه لهاد الشكلاط رانيت شويه من ديك الكريمه اللي وجدت معكم وزدت معاها الكاكاو وخليتها زينت بها كيف كتشوفوا بهاد الخطوط. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكون عجبتكم الوصفه. وإلا وصلتوا حتى لهنايا ما تنساونيش من اللايك ديالكم واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجوا الفيديو فضلا وليس امرا. وشكرا على المشاهده، الى وصفه قادمه ان شاء الله.